السلام عليكم، شلون رجعنا في فيديو جديد منتظر. اليوم راح أعلمكم شرح شلون نسوي يعني تحكم. وإذا يسألني من جبت الفكرة فواحد صاحبي يسألني عليها. طبعا هذا عندك التحكم الأصلي يجي هذا اللي قدام، وهذا يعني لليمين، وهذا يعني يرجعك لورا، وهاي لليسرى. طبعا هنا تضرب، هنا تبني، هنا الانفنتوري، وهنا تسويها مدري شنو، يعني عفوا توخر ذن الأزرار كلهن، تقدر ترجعهن بضغطة زر ثانية. هنا الF5، يعني أكيد ما راح تعرف الF5، ولكن الF5 راح أحط لك هسه صور عليها. هاي الF5، وهاي الإحداثيات الF3 هم راح أحط لك صورة. هنا شات، كيبورد، التاب يراوك كم واحد بالسيرفر إذا عندك سيرفر. هنا الماوس، وهنا القمزة. طبعا قلني الضوري أيضا غير هذا التحكم، أيضا غير التحكم. طبعا مالكم دخل بالاسم. أوكي، طبعا شو تسوي؟ أولا تروح تليجرام، أو هسه أحط لكم رابط بميديا فاير. هذا يعني مالت التحكم بالميديا فاير، إذا تعرفون الميديا فاير. أوكي، طبعا داونلود تليجرام، أو أنتم راح يطلع لكم هنا، بس ثاني يعني المستخدم بالشرح. يعني شلون أقول لكم شباب، يعني مو يعني أنا جايبه من التليجرام من واحد. فشوف عندك خطوة، يعني طريقتين: طريقة تدوس على الملف وتدوس فتح، هذا استرداد مخطط، أو إذا عندك موجافة ما تطلع لك استيراد مخطط الأزرار. هسه ترجع تروح إلى موجة لانشر، وشوف تروح تدوس على هذا الأيقونة مال الإعدادات، وراها اختيار تحكم افتراضي و AHV مدري شنو هذا. طبعا هو هذا يعني مالكم دخل، أنا ما راح أسوي هيجي. أنا طبعا راح أسويه جدا جدا بسيط لو سبونج بوب. اي شباب، اوكي لا تحطون ديسلايك. انا مثلا راح اسوي قدامكم بناء ضرب مثلا. هنا انفنتور، لا الحقيبة هيك. حقيب، شنو الحقيب؟ خليها انفنتوري. اوكي، هي 3 أحرف. هنا اخفاء على مود يعني أعلمكم، يعني يصير شرح بشرحين على مود تعرفون شلون. هنا ايش منظور الشخص الثالث؟ لا خلي هي اكتب F5، وهنا اكتب F3. هنا شات، هنا كيبورد، هنا تاب، هنا ماوس، وهنا قمزة. اوكي طبعا هو الشرح جدا جدا سهل، بس انا يعني قلت للي ما يعرف. طبعا اكيد يعني مو كل واحد يجي للدنيا هو يعرف، لا اكو ناس ما تعرف. اسميه منتظر منتظر. اوكي، طبعا راح نحط التحكم بالوصف، او مو بالوصف، بالتعليقات، بالتعليق المثبت. ولنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك، وبيس.